ماما شو رأيك اليوم نروح على المطعم؟ وليش اليوم بدك تروحي على المطعم؟ لأنه جاء على بالي آكل فلافل وصلي من زمان ما آكلته. طيب شو رأيك أعمل لك فلافل بالبيت أطيب من المطاعم، وكمان رح أعمل لك سندويشة غير شكل. بركي ما زبطت يا ماما. إن شاء الله بتزبط. تعي نجرب. رح أعمل فلافل مقادير كتير بسيطة وبطريقة كتير سهلة وسلسة. حضروا الفيديو الأخير وشوفوا إذا الفلافل رح تزبط ولا لا. ومقادير الفلافل كتير سهلة. أول شي جبت نص كيلو من الحمص بحطه بالمي ليلة كاملة، وتاني يوم غسلته كتير منيح وصفيته من المي وحطيته بمحضرة الطعام. حطيت عليه كمشة من البقدونس وكمشة من الكزبرة وثلاث أربع ورقات من النعناع الأخضر وثلاث أسنان توم ونص حبة من البصل الأبيض. هلأ بدي اطحنهم كتير منيح، طحن يعني ليصلوا بهذا القوام. وهلأ البهارات كتير سهلة. معلقة كبيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة اليابسة، ومعلقة كبيرة من الملح، ورشة صغيرة من الفلفل. منحركن وبعدين منحط عليهم معلقة صغيرة من الكربونات الصوديوم ونص كاسة مي بالتدريج منحطها ومنحرك نوصل لهذا القوام. بيكون خلطة الفلافل صارت جاهزة. وهلأ منحط الزيت لحتى يحمى كتير منيح، ومنشكل قرص الفلافل شكل القرص اللي انتو بتحبوا، كيف تحبوا موديله. انا عملته مثل ما بنعمله بسوريا على شكل دائري ولكيته بالسمسم اختياري وبلشت اقلي. منخليهم بالمقلاية لحتى ياخدوا يصلوا لهذا اللون، لا منخليهم فاتحين كتير ولا غامقين كتير. واهم شي هلأ بدنا نعمل صوص الطحينة اللي بدنا نحطه بالسندويشة. يعني هذا الصوص بلا الفلافل مو طيب. اول شي عصرت حبة من الليمون وحطيت لبن على حسب الرغبة انتو حطوا. وهلا لحط الطحينة ونحركهم كتير منيح لحتى يتجانسوا مع بعض. وحطيت معلقة صغيرة من الملح. وطبعا انا رح ازيدهم شوية مي لانه انا ما بحب قوامهم كتير سميك، بحبهم هيك شوي مريق. انتو حطوا مي للقوام اللي انتو بتحبوه. وهيك الصوص صار جاهز. وهلا رح نعمل سندويشة الفلافل. انا بحب اعملها بخبز المشروح، انتو فيكن تعملوها حتى بالخبز العادي مثل ما بتحبوا. اول شي لحط الفلافل، شوفوني ما شاء الله عن جد بشهي. وبعدين لحط البندورة والخيار والمخلل والبقدونس والنعناع. طبعا هدول هيك الشغلات الطيبة. انتو حطوا الاضافات اللي بتحبوها، واهم شي المخلل فيها وشرائح الليمون. واخر شي رح نحط صوص الطحينة اللي ساويناه ورشة صغيرة من السماق بيعطيها طعمة كتير طيبة. واذا عندكن حد كمان فيكن تحطوا تاخدوا نكهة اطيب واطيب. وهيك اطيب سندويشة فلافل صارت جاهزة، كتير طيبة واطيب من تبع المطاعم كمان. وشو رأيك بالفلافل؟ طلعت معي ظابطة ولا لا؟ يسلم ايديك يا ماما، طلعت اطيب من تبع المطعم. كل اسبوع ساوينا اياها. ان شاء الله كل اسبوع بعملكن اياها. وانتوا اكتبوا لي بالتعليقات اذا نجحت معي الفلافل ولا لا، واكتبوا لي انه انتوا كيف تعملوا الفلافل بالبيت. واذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك، واذا مو مشتركين بالقناة اشتركوا. وهلا بقولكم في امان الله، بشوفكم بفيديو جديد ان شاء الله.